شو رأيك بفكرة تعدد الزوجات؟ لا لا. هلا لا أعطينا. هلا الفكره انه لا، خلينا مع وحده يعني. شاب واحد انه بوحده مكفي، فاثنين انه يهتم بوحده، يديروا بالهم على بعض. هو الزواج بشكل عام هو مشاركه، أكيد يعني طبعا. هي شراكه حياه. مؤسسة كاملة. بالضبط. فلما يكون واحد عم يشارك، يعني اذا صار في كتير شركاء فحيصير مشكله بالشركه. فلا، انه خلص وحده تكون منيحه، تكون بنت حلال، تكون عم تصونه، تكون مناسبه له، عم تكمله نوعا ما. فلا يعني انا لا، مع وحده. فايه لا، تعادل زوجات مزح يا جماعه. يعني الليلة كانت مزح. ايه لا، مزح مزح. متزوج حضرتك؟ لا. لا. طيب مزح. أنت شو مواصفات فتاة أحلامك؟ سؤال عميق. مم. تكون سند يعني فعليا. هلا كلياتنا بندور على اللي بتكملنا، أكيد. يعني ما حدا منا كامل، فبيدور على الشخص اللي بيكمله. فبتوقع انه اهم شيء تكون سند، تشاركه كل شيء، تكون معه على المره قبل ما تكون معه على الحلوه. يعني تكون قد الحياه معه بشكل عام. أكيد طبعا. طيب برأيك أنت شو الشيء أو شو السبب اللي بيدفع الرجل لأنه هو يتزوج مرة تانية؟ هلا هون اتوقع انه يكون في مشكله، يعني ممكن الرجال او الذكر ما عم يكون عم يقدر يلاقي كل سعادته مع شريكة حياته. شريكة حياته ممكن يكون في مشكله بيناتهم هن. ففي ناس بيقولوا لك لا، طلاق عيب، طلاق غلط، فانه بيتزوج وحده تانية. فاتوقع انه هيك القصه. تمام. يعني أنت ضد أو ما بتحب بالأحرى؟ لا، ما بحب، ما بفضل. هلا يعني هو شرعا اوكي، ما في مشكله، حتى عرفا يعني عادي عم أكيد. تكون القصه. أكيد. بس لا يعني كشخصيا لا، ما بفضل. انه خلص بنكون مع وحده، يعني اختارها صح، امشي معها صح، كون معها كثير صح وبكفي. أكيد طبعا. شكرا كثير لك.